لاعب جديد مرشح للنادي الأهلي، بيلعب صانع ألعاب وأحيانا بيلعب جناح أيمن، مهاري والفينش بتاعه مميز جدا. قبل ما أقولك مين هو اللاعب المرشح، ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللايك بتاعك الجميل وإنك تشترك في القناة ده بعد إذنك. اللاعب هو لوكاس أسادو، الجنسية تشيلي من أصول فلسطينية، تقدر تسجله محلي في حين الأهلي تعاقد معه. عمره 21 سنة، بيلعب بالرجل اليمنى، قيمته التسويقية 1,300,000 يورو. لاعب مرشح وبقوة للانضمام إلى النادي الأهلي من أجل تدعيم صفوف القلعة الحمراء. طبعا اللاعب بيلعب في الدوري التشيلي، لعب الموسم ده مع فريقه في الدوري التشيلي 30 مباراة، ساهم في 17 هدف، يعني أرقامه كويسة جدا. هنتكلم عن مميزات اللاعب وعن عيوبه. هنبدأ بمميزات لوكاس أسادو. طبعا بالنسبة لمميزات أسادو، مهاري وسريع بالكورة، يقدر يعدي واحد ضد واحد بسهولة ويفتح مساحات لنفسه. ذكي جدا في التحرك، بيعرف يختار التوقيت الصح للهروب من الرقابة والدخول للعمق. طبعا تمريرات أسادو دقيقة جدا في الثلث الأخير، يعني بيعرف يصنع فرص من اللا شيء، خصوصا لما يلعب صانع ألعاب خلف المهاجم. طبعا عنده مرونة تكتيكية، يقدر يلعب كجناح أيمن أو جناح أيسر أو في العمق كمركز 10. عنده شخصية قوية في الملعب رغم سنه الصغير، لكن عنده ثقة كبيرة ونضج تكتيكي ملحوظ. بالنسبة لعيوب اللاعب، ضعيف في الالتحامات البدنية، جسمه نحيف شوية وده بيأثر ضد المدافعين الأقوياء بدنيا. طبعا عنده مشكلة تسرع أحيانا أمام المرمى، بيضيع فرص سهلة أمام المرمى بسبب قلة التركيز. عنده مشكلة في التغطية الدفاعية خصوصا على الأطراف. طبعا العيب الأخير وهو عدم ثبات المستوى، يعني بيتألق في مباراة وتلاقي في المباراة التانية اختفى نهائيا، وده طبيعي بسبب صغر سنه. ودي آخر معلومات اللاعب لوكاس أسادو. لو أول مرة تتفرج عليه ما تنساش اللايك والمتابعة والشير علشان هيفيدوني جدا، وانتظروني في فيديوهات جاية كتير. سلام عليكم.